يستحضر معظم المغاربة المسلسلات التي تعتمد الحكاية والحجايات القديمة، كمسلسل حديدان وزهر مريشة وبابا علي، وهي التي أثرت في نفوس جيل التسعينيات، وذلك بفرجتها الممتعة وطريقة تصويرها الخاصة. إلى أن القليل يعلم أن المناطق التي صورت فيها هذه المسلسلات قضى عليها الزلزال بشكل كامل، ومحى الذكريات التي خلقها الأبطال وأطقم التصوير. وتحسر بطل مسلسل حديدان عبد الصمد الغرفي على دمار البيت الذي تم فيه تصوير حلقات المسلسل، والذي يقع بإقليم تلت يعقوب نواحي مراكش، مشيرا إلى أن معظم السكان قد ماتوا تحت مخلفات الزلزال. وقال الغرفي في تدوينة نشرها في وقت سابق على حسابه فيسبوك: أشعر بحزن عميق لفقدان أغلب السكان في المنطقة التي كنا نستخدمها مكانا لتصوير أعمالنا الفنية. الكارثة ضربت بقوة، والعديد من الأرواح فقدت، والمنطقة تعرضت لدمار شامل. وإلى جانب مركز تصوير مسلسل حديدان بأجزائه 3، جرى تصوير مسلسل بابا علي بقصبة القائد الكندافي التي توجد في أور ركاج بمنطقة تلت يعقوب بإقليم الحوز، والتي دمرت بدورها جراء الزلزال. ودفن تاريخ يمتد لأزيد من قرن ونصف تحت أنقاض قلعة بابا علي، كما كان يطلق عليها في المسلسل، بعد انهيار كلي كغيرها من الأماكن الأثرية